انت بتقول لي الاهلي عنده قناه. طب اوكي، الاهلي عنده قناه. طب ما نادي الزمالك كان في اجراءاته يعمل قناه، خلاص. وبعدين القناه دي حاجه مش سهله، اوكي. النادي الاهلي اشتغل فيها، خلاص، وقدر ان الظروف تساعد ان هو ينجزها. نادي الزمالك كان بيحاول يعمل قناه، وانا عارف ان هم كانوا بروسيدنج، يعني شغالين في الموضوع. وبعدين المجلس ده مشي، خلاص. ويعني احنا عاملين مشروع، المفروض يبتدي اليومين دول دلوقتي، اللي هو زمالك موبايل. خلاص. ايه بقى يعني فكرته؟ ان حضرتك هتبعت رساله فاضيه ب5 جنيه، وهيجي لك زي الاهرام نيوز وزي ما اعرفش ايه، اخبار عن نادي الزمالك. هيجي لك اخبار عن نادي الزمالك اول باول، كل شهر هتدفع 5 جنيه. فالمشروع ده كنا ابتديناه، خلاص، وكان المفروض يبتدي يتنفذ من اول فبراير. وكان بلاند انه يبتدي. طب وفين ناديك يوناديك ما جابتش حاجه؟ فهنكمل المشروع بتاع الموبايل. جت حصلت الظروف هو على دي يعني 25 يناير. بعد 25 يناير، اول ما تقلب عينيك بعد ان الكلام مش على 25 مزاجك. يناير الدنيا وقفت طبعا تماما، ما كانش في نشاط، ما كانش في حاجه. سقطه في عهد المجلس الحالي حكايه ناديك يوناديك دي بصراحه. وما تسيبش. مش عايز اقول سقطه، اشوف. انت اللفظ بس هو اللي شايفه تقيل. بالظبط. انما هو ما كانش يصح. ما كانش يصح. ليه؟ ما هي مش خلينا في نادي الزمالك. طب لا قول. لا 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 يعني لا تقول. لا انا بقى كبرانه في دماغي. قول. لا 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 لا, لا. يعني قصدي اقول ايه؟ هو يعني انت كنت لازم تفكر الاول قبل ما تقول انا هعمل ناديك وناديك. الاكسبكتيشنز، التوقعات، العائد اللي هيجي لك، المردود يعني. لا، العائد المادي مش المردود. اوكي. وانت ده يعني عايز له مردود مادي. فهو توقعاتك للمردود المادي دي هتبقى ايه؟ خلاص. انت لا يكفيك انك انت واحد يقول لك ايه، انا عايز اتبرع لك بما اعرفش كام، وانا عايز اتبرع، وساعه الجد ما بتلاقيش حد. التجربه بتقول ان ساعه الجد ما بتلاقيش حد. ورغم كده عملته. بعد رغم كده اتخذ القرار بصوره تفاؤليه زياده عن اللزوم. جابت كام يا دكتور؟ وتنافست البنوك علينا علشان تفتح الحسابات عندها، منتظره الملايين اللي هتتدفق. جه كام بقى؟ 120,000 جنيه باين ولا حاجه كده. ف يعني بيقولوا ان في ناس كانت بتتبرع بجنيه ونص جنيه لا، وفي ربع جنيه وفي ربع جنيه، ودول انا بقدره، وده اللي عنده. طب وليه ما تقولش ان دي ناس قصدت تعمل كده عشان يعني تظهر انكسار نادي الزمالك، ان واحد يروح يتبرع بربع جنيه؟ هو مش انكسار، اصل هو يعني انا ما بعتبرهاش انكسار، انا بعتبرها ان مشروع ولم يؤتي ثمر. مش هو في مشروع ده فكره لم تؤتي ثمر. مش فكره، ده ليه يعني هنسميها يعني انكسار؟ فكره لم تؤتي ثمر. فكره ايه؟ الفكره دي انت بتقدم حاجه بتاخد قصادها حاجه. لا، الفكره ما بتاخد، الفكره انت بتقدمها. الفكره انك تتبرع لناديك، اللي قصادها انك تاخد فلوس. هذه الفكره لن تحقق هذا العائد اللي انت كنت بترجوه. ببساطه كده. ببساطه. يا سلام عليك. فلا هي سقطه ولا هي معرفش ولا هي فكره لم تنجح. عموما انا كنت عارف وقتها ان انت رافض تماما الموضوع ده. طبعا. وانت كنت شايفه اهانه لنادي الزمالك. لا، انا كنت شايف اللي انا بحكيه لك. انت كنت شايفه اهانه لنادي الزمالك الى حد ما. انت كنت شايفه كده. طيب دكتور عبد الله، انتوا لكم قصه مع الجهاز المركزي للمحاسبه، بس برضه في النهايه اصل قرار المجلس وده لازم ندافع عن قرار المجلس. اوكي، ما فيش مشكله يعني. لكن اللي كان عنده رؤيه مستقبليه كان رافض الفكره. بالظبط. انا سميتها مئويه الاهانه في الموضوع ده. مئويه كلها. هو في مئويه لغايه دلوقتي؟ مفيش طبعا. فين؟ انت هتلاقي راعي يرعى. حضرتك بتسالني ولا انا اسالك؟ لا انت هتلاقي راعي يرعى المهويه. لا، المهويه يعني الظروف هي اللي وصلتني لكده. الظروف الخارجيه، على اعتبار ان قبل الظروف ما تحصل كان الزمالك مكسر الدنيا في المئويه بصراحه. لا، كان في حاجه بتتعمل. إيه؟ كان في ترتيبات
لشعلة هتلف، هتيجي من محافظات مختلفة لا كان في حاجة، برنامج معمول وحفل فني طب كبير. مش شايف برضه يا دكتور عبد الله وتكريم ان التاريخ هيذكر ان نعم. هذا التاريخ هيذكر ان المئويه عندما جاءت في عهد هذا المجلس، ان انتم اعضاء التاريخ سيذكر انها اجهضت المئويه في عهد ذلك المجلس؟ لا، التاريخ مش هيذكر ان المئوية وكده. التاريخ هيذكر ان المئوية دي جت في السنة اللي قامت فيها ثورة 25 يناير، ده التاريخ اللي هيذكره. واذا كان في الاحتفال لم يتم بالمئوية فده كان لظروف خارجة عن إرادة مجلس إدارة نادي الزمالك في سنة المئوية. تمام، لكن هو النهارده مش 26 يناير، النهارده 1 مايو. وماله خلاص يعني فات 3 شهور من الثوره وخلاص والعجله. معلش، ما انت لسه النهارده هي المئوية دي قايمة على رعاة بيقدموا لك حاجات ومشروع بتعمله علشان يدر دخل وي 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 وكنا مبتدينه بالزمالك موبايل، كان هيبتدي في المئوية. يعني مفيش مئويه نقصد عشان بس نخلص الموضوع ده. مش مفيش مئوية، بنسعى يعني احنا الراعي اللي كان هيرعى المئوية بعت واعتذر، اللي هو دار المعارف. دار المعارف اعتذر امتى؟ اعتذر في المجلس اللي فات، يوم الجمعه اللي فاتت. أي. اعتذر رسمي. اعتذر رسمي. فاحنا دلوقتي مفيش راعي. مفيش راعي، يبقى لازم تدور انك تجيب راعي عشان تعمل كل ما يلزمك من المئوية. فيبقى الظروف اللي احنا فيها هي ال مش احنا اللي اجهضنا المئوية، هو احنا ايه أكتر؟ المئوية اجهضت رغما عنا بس. وده اللي انا بقول لك، هي المشكلة ان دايما يعني مئوية اي نادي في رعاة بيرعوها، ده شيء طبيعي يعني. ولا انتوا ما عندكوش، مش عارفين، ما عندكوش العلاقات اللي تجيب رعاه، ولا ما عندكوش الفكر اللي ينفذ الموضوع؟ يعني ما برضه مصر ما فيهاش رعاة دلوقتي. حتى الشركات العملاقة انا سمعت ان هي خفضت كمية الدعاية والاعلان. يعني ما فيش ريال مدريد جاي ولا الميلان جاي ولا الكلام ده دلوقتي؟ لا والله في كلام ان احنا ما خلاص بنحاول نجيب راعي يجيب. ما هو لا، اقصد الكلام اللي كان بيتقال خلاص بعد يوم الجمعه لما جالكم الاعتذار رسمي خلاص. يبقى دلوقتي احنا متوقفين لغايه ما يظهر لنا حد، لان دي برضو تكلفه نادي الزمالك ما يقدرش عليها حقيقه يعني. انتوا لكم مشكله مع يعني نقدر نقول للجمهور ان ينسى احلامه في ان يبقى في مئويه للزمالك السنه دي قويه. طب ما تقترح اقتراح ان المئويه تبقى السنه الجايه وتتاجل سنه، تبقى المئويه 1 انت يعني للمجلس المنتخب. ايوه يعني سمعت حضرتك عن نادي عمل اسمها المئويه 1. اذا كنت سمعت قول لي النادي ده. طب اعمل ايه؟ انما مش تعمل. طب واحنا نعمل ايه؟ يعني لا، ما هو على فكره ده اقتراح يعني الناس تتقبل. مفيش حاجه اسمها مئويه 1 يا استاذ شباب. المئويه مئويه خلاص. ده شيء. اليوبيل المسي 1. ايه؟ مفيش اسمها اليوبيل المسي وحته مش واحد يعني. لا يعني عندك الظروف. عندك مبرر الثوره يعني تقدر تعمل. انا بتكلم بجد بقى انك تقول المجلس المنتخب اللي يجي ويتولى موضوع المئويه عشان تبقى انتوا في حل على الموضوع ده. ليه؟ واحنا نظل نحاول ويكفينا شرف المحاوله يا دكتور. وبعدين ما تنساش حاجه، معنى المجلس ده يمكن الشهر الجاي ما يبقاش موجود يعني، ويجي المجلس الثاني هو اللي يكمل برضه. انما احنا الراعي اللي كان جاي واللي كان اغلب الحاجات معموله ومفيش امكانيات فبالتالي رسمي ومفيش امكانيات فبالتالي ما نقولش للجمهور اتعشم خلاص. مش بنقولش الجمهور اتعشم، هو له اتعشم ان احنا نلاقي راعي الاول وبعدين ابو العشم برضه درجات يعني. العشم خطوات. ما بقول لك العشم يعني خطوات يعني بقى العشم يلاقي راعي، الحلم يلاقي راعي وبعد كده يحلم في مئويه وبعدين لا، ما اذا لقينا راعي هنعمل. يعني انتوا لغيتوا الحفله اللي كانت في دار الاوبرا والكلام ده دلوقتي خلاص اتلغى بقى؟ لغايه دلوقتي ما لغيناهاش. ما لغيتوهاش لغايه دلوقتي ما لغيناهاش، ولا زلنا حاجزين دار الاوبرا. ولا زلنا بنطمع ان احنا المفروض ده في شهر 5 الحفله، يوم 29/5 ولا 27/5. لكن في ديت تايم اذا ما جاش الراي هتلغوا الحفله. يعني في ظل المشاكل اللي كل يوم نسمع عنها في نادي الزمالك. هي فين المشاكل اللي كل يوم؟ عشان كمان عشان عقده يتجدد
دي اسمها اداره غير ما كان في محترفه. 12 لعيب ولا 10 لاعبين مقدمين شكوى عشان ما ياخدوش فلوسهم. هو نادي الزمالك وكان في مشكله مع عبد الواحد هو نادي السيد، عبد الواحد السيد سابق. هو نادي الزمالك زي اي حته في مصر بيعاني من مشكله ماليه. هو نادي الزمالك يعني هو لوحده في مصر اللي بيعاني مشكله ماليه. مشكله بطاقه ميدو يعني، معلش دي مشاكل. شوف بقى، هي بس موضوع بطاقه ميدو، انما اداره غير محترفه انا لا احترف مش لا اعترف طبعا بهذا المسمى خلاص، لان الاداره في ناس لعيبه قدمت شكوى عشان ما تاخدش فلوس، عشان نادي الزمالك زيه زي كل حته تاني في مصر النهارده بيعاني من مشكله سيوله ماليه بس. فدي مالهاش دعوه باحترافيه الاداره او عدم احترافيتها. ما هو احترافات الاداره انها توفر السيوله، لو ما وفرتش السيوله ما فيش احترافيه. توفر السيوله اذا كنت انت ما كنتش بتلعب دوري وما بتلعبش كوره، اللي هو المصدر احد المصادر الرئيسيه للدخل في نادي الزمالك هو ان فرقه الكوره بتشارك في الدوري العام. ما هو قبل 25 يناير برضو كان في ازمه ماليه. بس كنا بندفع، ما كناش متوقفين. انما بعد 25 يناير لغايه ما ابتدينا نلعب يوم 15/4 ما احنا كنا بنتحمل نفقات ان الفرقه تسافر وتلعب، وكنا بنقبض مرتبات مش ما بنقبضش، بنقبض اجهزه، وبعدين احنا ورانا يعني زي ما بيقولوا ايه، عندنا موظفين وعمال لازم اول كل شهر يقبضوا 760,000 جنيه، وعندنا فرقه تانية فيها اجهزه وفيها لعيبه وفيها مكافآت، فكنا بنقبض كل الناس. احمد غنيم ما كانوا بيقبضوا مكافاتهم بتوع الكوره، احنا ما اخرناش مكافآت. يعني احمد غنيم بيقول لك هل ستكرم اداره الزمالك مرتضى منصور في احتفالات المئويه رغم ان اسمه ما زال على قائمه المتهمين مؤكد بموقعة ان مرتضى منصور في يوم من الايام كان رئيس منتخب الزمالك ولا بده ان يقرر. احمد المصري بيقول عايز اسئله على موضوع شيكابالا ليه مش عايزينه يحترف، ومن هو الفريق اللي هيلعب مع الزمالك في المئويه. فاعتقد احنا جاوبنا ومفيش فريق اتعشم الاول بالراعي يا احمد. بالظبط اسال مين الراعي الاول وبعدين نسال على المئويه. محمود ابسنت بيقول هل هناك نيه قويه لشراء بعض اللاعبين الجدد لتدعيم نادي الزمالك في الموسم المقبل، ام ان خزينه نادي الزمالك العريق لا يوجد فيها اموال لجلب لاعبين جدد؟ وما هو الحل من وجهه نظرك بعيد عن موضوع التبرعات؟ يعني هل في مشروع معين ينوي مجلس الاداره انشاؤه من اجل تدعيم النادي؟ انا بقول لك احنا الاول كنا بنعمل زمالك موبايل، وان شاء الله ان احنا خلينا نقول في نيه لشراء لاعبين جدد في الموسم الجديد والكلام ده. يعني نجدد للي عندنا الاول. يعني بيتقال ان الاهلي عايز يجيب وليد سليمان، عايز يجيب حسني عبد ربه، ما اعرفش عايز يجيب مين، عايز يجيب مين، السيد حمدي. هل الزمالك حاطط لسته برضه؟ هو مش الموسم اللي جاي ده بيبتدي من بعد الدوري ده ما بيخلص. خلينا نستنى لغايه الدوري ما يخلص، وان شاء الله ان شاء الله يعني زي ما احنا هنقدر نجدد للناس اللي احنا عايزين نجدد لهم، احنا هنقدر نجيب لعيبه ان شاء الله. طيب حمو ياسر بيقول يا كابتن شبانه في خبر في موقع الزمالك الرسمي بيقول انفراجه جديده في ازمه ميدو وغرامه ماليه قد تكون حل لمشكله البطاقه الدوليه، حقيقه هذا الخبر؟ ما اعرفش. وصلك حاجه؟ انا قاعد معاك اهو. تعرفش الموضوع ده؟ لا طبعا ما اعرفش. تمام. محمد ميكانو بيقول انا محمد شعبان، ممكن يا دكتور تقول لنا امتى اداره الزمالك هتحاسب الكابتن ابراهيم حسن على تصريحاته العدائيه؟ عدائيه تجاه مين؟ الاهلي. هو ابراهيم حسن عدائي ضد النادي الاهلي ولا بيدافع عن نادي الزمالك؟ ما اعرفش. هو انا ما اعرفش، هو غالبا هيكون اهلاوي طبعا. فيعني ابراهيم حسن بيدافع في تصريحاته، اذا كان خلاص فممكن يكون بيدافع عن حق من حقوق نادي الزمالك، مش عدائيه ضد الاهلي يعني. حمو ياسر بيقول يا شباب ممكن تقول للدكتور عبد الله لما يمسك مدير تسويق هيمسكك مدير التسويق ما مصير ابو كونيه، وايه اخبار تعاقدات اللاعبين التي اوشكت على الانتهاء، ومشكله شيكا وصلت فين دلوقتي؟ خلاص اتكلمنا على شيكا اتكلمنا وعلى وابو كونيه بقى. ابو كونيه احنا في فتره الانتقالات الشتويه جالنا عرض ان احنا نبيعه. الجهاز الفني قال ان هو محتاجه وعايزه، فطبعا ما بعناهوش. الموسم ينتهي وانا سمعت ان الوكيل بتاعه جايب له عروض بدايه من الموسم اللي جاي،
لو الجهاز الفني قال انا مش عايزه هنبيعه.